السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكار جديدة للحمة المفرومة، جلاش وكفتة. أول حاجة هنعملها الجلاش والكفتة، ولسه كمان هنعمل حاجة تانية في آخر الفيديو برضو باللحمة المفرومة. دي الكفتة هنقول لكم هنعملها ازاي، وكنت عاملة معاها برضو طحينة ورز. ده الخضار بتاع الكفتة. الخضار ده هحطه تحت الكفتة، والكفتة هتبقى على وش الصينية. لحمة مفرومة وبصلة وبهارات وشبت، دي الكفتة. وهنعجنهم في بعض ونسيبهم في التلاجة شوية. والبصل والكوسة وجزرة واحدة لو انت عايزة تكتري، وبصل كتير تقطعيهم، وتصبعي الكفتة تعملها صوابع فوق الخضار. وما تنسيش تحطي بهارات وملح في الخضار، والبهارات والملح بتاعت الكفتة لوحدها. وتعصجي اللحمة عشان الجلاش. تدهني الصينية زيت وترصي نص كمية الجلاش تحت، واللحمة المفرومة في النص، وعليها الجبنة الموتزاريلا. ما تنسيش تحط اللايك وتعملي اشتراك عشان يوصلك كل جديد. ده الجلاش، دهنت عليه الزيت من فوق وقطعته، بس قطعته قبل ما احط الزيت. وتسويه بقى بالطريقة اللي انتي اخده عليها. انا بحطه على البوتاجاز شوية عشان يحمر من تحت، وبعدين بحطه في الشواية. بس الشواية ما بيكملش دقيقة، تدي بالك لو عندك شواية الفرن ما بيكملش دقيقة. والكفتة بدأت تستوي برضو، هحطها في الشواية تاخد لون بالشكل ده. كده خلصنا الجلاش والكفتة. وكنت عاملة عليهم رز وطحينة، اللي عايز ياكل جلاش بالطحينة ياكل، واللي عايز ياكل كفتة بالرز والبصل والخضار الجميل ده ياكل. كل واحد هينقي الحاجة اللي هو بيحبها وياكل منها. كل يوم بنحتار هناكل ايه. فاللحمة المفرومة بتعمل منها كذا حاجات كتير برضو غير اللي انا عاملاها دي. هوريكم برضو اللازانيا. دي لازانيا برضو عاملاها باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة كنت جايباها كانت متجمدة وطلعتها من التلاجة عشان تفك شوية. وده الخضار اللي انا هحطه معاها وهي بتتعصج: جزرة وطماطماية، فلفلة خضرة، بهارات، بصلتين، مع اللحمة المفرومة. حطيت كل الخليط كده زي ما انتوا شايفين على النار، وقعدت اقلب فيه عشان لما اللون يتغير واللحمة تستوي. هبتدي بقى اعمل اللازانيا ازاي بالبشاميل. ضروري تعملي البشاميل، هوريكي برضو البشاميل اللي بتعمل ازاي. كل شوية هقلب في اللحمة كده وانا بعمل البشاميل. تعالوا نعمل بشاميل سوا ونرجع نقلب في اللحمة تاني. البشاميل حطيت 4 معالق، معلقتين قشطة صفرة ومعلقتين زيت و4 معالق دقيق، وقلبتهم كده. لما حسيت ان هم اخدوا اتحمصوا شوية، الزيت يتحمص بس شوية، هو ده البشاميل. تقلبي كده، ما تسيبوهوش من غير تقليب، لازم ايدك تبقى في التقليب على طول. وبعد ما الدقيق اتحمص حطيت اللبن. ولو عندك شوربة يبقى حلو قوي، تحطي لبن وشوربة. لو ما عندكش الا لبن عادي خالص، ممكن تكملي حتى بمية عادي خالص. بس اهم حاجة تحطي نص كمية اللبن او اكتر من نص الكمية لبن. وحطيت في قاع الصينية بشاميل كده زي ما انت شايفة، وبعدين اللازانيا، وفوقها بشاميل، وفوقها اللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا. وارجع تاني واحط دلوقتي تاني بشاميل، وبعدين اللازانيا، المكرونة اللازانيا، وبعدين احط فوقها برضو بشاميل، لحمة مفرومة وجبنة موتزاريلا. وبعد كده هحط لازانيا وبشاميل بس، اغطيهم باللازانيا والبشاميل والجبنة الموتزاريلا اخر حاجة عشان الوش يبقى لونه حلو وطعمه حلو. وما تنسيش اللايك والاشتراك، ومع الف سلامة.